هنتكلم النهاردة على مشكلة فقدان الشغف في 60 ثانية بس. عندي 3 نقط مهمين لو قدرت تعمل بيهم هتقدر توصل للأشياء اللي مجرد ما بتبدأ فيها بتحس بانطفاء وحماسك بيقل. أول نقطة، لازم نوضع خطة، أجندة ورقة وقلم أو جوجل كيبس على موبايلك، بتكتب الهدف بتاعك أو أنت عايز توصل ليه وبتقسمه لنقط صغيرة تاسكس تقدر تحققها خلال اليوم. امشي بخطة اسمها 90 واحد واحد لمدة 90 يوم، بتعمل شيء واحد في ساعة واحدة بس وهتوصل لنتيجة مرضية. تاني شيء، تنمية المهارات والمهارات الشخصية والذات. يعني أقرأ كتب مفيدة، أسمع بودكاست، أحضر محاضرات لأمثلة ناجحة في المجتمع، أشوف بدأوا إزاي ووصلوا لإيه وإيه التكتيكات اللي اتبعوها في النص عشان يقدروا يحققوا نجاحهم. تالت شيء وأهم نقطة، الاستمرارية. ده اللي هيخليك تحافظ على النقطة الأولى والتانية، وده اللي ما بينك وما بين فقدان الشغف، هو ده الشيء الوحيد اللي يقدر يحافظ على حماسك. وفي فيديو جديد نازل قريب عن مشروع خاص إزاي أقدر أعتمد عليه مش مكلف، استنوا.